15 أكتوبر حضراتكم، والنهارده اليوم الجمعة من عام 2023، وساعات قليلة حضراتكم على غلق باب ترشيح الانتخابات الرئاسية 2024. كلها أكتر من حوالي 35 ساعة 34 ساعة ويغلق الباب. أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل كان أعلن امبارح إنه جمع 15,000 توكيل فقط، في حين إنه هو مطلوب منه حسب القانون 25,000 توكيل، وقدامه 48 ساعة. تضاءلت ال 48 ساعة، أصبحت حوالي 34 ساعة 33 ساعة 35 ساعة. فهل ينجح أحمد طنطاوي في جمع باقي التوكيلات؟ ده سؤالنا، وهذا الفيديو ده حضراتكم نوثقه. نتمنى، أنا شخصيا بتمنى أن ينجح أحمد الطنطاوي في جمع باقي التوكيلات. لو حد من حضراتكم سألني بيقول لي طب أنت تتمنى ليه أن أحمد الطنطاوي يجمع التوكيلات؟ التغيير حلو في كل شيء. أحمد الطنطاوي تحسه شبهك، تحسه عامل زي ملح الأرض، شبه معظم المصريين. الشباب بتتلف حواليه، وراجل محترم وكل يوم بيكسب أرض جديدة، وراجل بيتكلم بالعقل والمنطق، راجل بيمثل الدستور والقانون، راجل ملتزم بالمعايير والأخلاق، راجل الناس بتحبه، وده ملاحظ. طيب لحد دلوقتي واحد بيسألني تاني يقول لي لحد دلوقتي والراجل بكل الشعبية دي والحب دي جمع 15,000 توكيل ما قدرش يكمل الباقي؟ أقول إن شاء الله ينجح في تكميل الباقي. لكن حضراتكم تعرض لمضايقات كتيرة، كلنا لاحظنا أو معظمنا لاحظ المضايقات اللي تعرض ليها. تروح الشارع العقاري عشان تعمل توكيل يقول لك السيستم واقع، تروح الشارع العقاري تلاقي نوع من الاعتراض، تلاقي حاجات غريبة بتحصل، تلاقي غياب للدولة، تلاقي يعني الشارع العقاري حضراتكم ده يتبع وزارة العدل، تحس إن مفيش عدل، تحس إن الوزارة واخدة أجازة يعني. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن المرشح الرئاسي المحتمل يكمل التوكيلات، لأن التغيير جميل. وشعار الحملة يحيى الأمل، من أجل الأمل. الأمل هو التغيير للأفضل، الأمل أن تحقق نجاح، الأمل أنك ترى الخير، الأمل أنك تسعى لشيء جميل حلو الناس كلها بتحبه. يحيى الأمل، وكل جمعة مباركة علينا وعلى حضراتكم، وكل عام وحضراتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.